الو، مساء الخير. مساء النور. دكتور رشدي واصف. ايوه، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. مع حضرتك برنامج كريزو بالانجيل على اليوتيوب على الهواء، فكان عندي سؤال بس في الايمان المسيحي، بما ان حضرتك يعني حضرتك قلت دكتور في يعني الاكليريكيه. تكلمني، انا نايم بقالي ساعة، معلش. انا اه، متأسف، مش قادر اكلم اتكلم في حضرتك بكره يا التليفون. فندم. لا لا، معلش. اه، ما اتكلمش خالص يعني. طبعا لان الكتاب بيقول كونوا مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. ده دكتور في الكليه الكليريكيه، مدرس لاهوت، ده اللي بيقول لي لا ما تتصلش. انتوا كلكم اعذار، انتوا ما بتكسفوش. اللي هو ايه؟ اصل انا لسه راجع من السفر، اصل انا بره، اصل انا سايق، اصل انا في المستشفى، اصل انا نايم. واعذار ليه اذا كان الكتاب بيقول لك كونوا مستعدين دائما؟ يجي يقول لا اتصل بالكهنه. طب اديني بتصل بالكهنه ومدرسين اللاهوت وبيتهربوا. اللي انا بكلمه ده مدرس لاهوت في الكليه الكليريكيه. بصوا يا جماعه، ادي بياناته كامله، كتب الشماس الدكتور رشدي واصف، نشكر الاستاذ مش عارف ايه، مدرس بالكليه الكليريكيه في القاهره، وادي صورته. مش عايز يدخل في حوار عشان عارف ان هو مش هيقدر يرد، ايمانه هش ضعيف، مش هيقدر يرد. هم بس فالحين في ايه؟ يقف قدام المسيحيين، ارفعوا راسكم، حاشا لي ان افتخر الا بصليب يسوع واياه مصلوبا. حاشا لي ان افتخر. طب ما تفتخر. ما تفتخروا يا جدعان، مش كده والله العظيم، حاجه غريبه. ادي الكهنه وادي الخدام، وده راجل ارشدياكون. ارشدياكون يعني رئيس شمامسه، دي اعلى رتبه في الشمامسه.